السادة المشاهدين، تحية للأستاذ عبد الفتاح حقيقة بركوم اللي أعطانا نبذة مختصرة على موضوع الصدمة وغيرها. في بعض الناس يقول لك والله ما نعرف حتى كيف كانت كذا، لكن الآن من خلال هذه المحاضرات ومن خلال هذه اللقاءات بالفعل أنا متأكد أن ناس كثيرة حتتصل زي ما اتصلوا بينا على الحلقة الأولى والفقرة الأولى في الأسبوع الماضي عن توضيح عملية الإسعافات الأولية، كيف تقام، كيف نستفيدوا من الناس اللي بتسعف، كيف ما تتضاعفش الإصابة في الكسور، في الجروح، في الإغماء، في كذا. خلينا منتابعوا العملي اللي بالفعل قام به السيد عبد الفتاح للتوضيح أكثر للمواطن حتى يعرف كيف ينقذ المصاب في حالة ما يحصل حادث مرور. نتابع هذا اللقاء. اليوم إن شاء الله عندنا تطبيق أو تمرين عملي لكيفية إنقاذ مصاب خلال حادث سيارة ومصاب بالصدمة. توا بنوروكم كيف ننقذ المصاب ونطلعوه برا السيارة، نحطوه على الأرض، طبعا في مكان الأرض، وبعدين بنرفعوا رجليه كما قلنا في الحلقة وفي الفقرة اللي سجلت. بنرفعوا له رجليه عشان ينزل الدم زي ما قلنا لجهة راسه، وهذا طريقة إسعاف المصاب إن شاء الله بالصدمة. اربط له رجليه يا اسماعيل، نزل الكرسي، لازم خليه مستلقي، نزل الكرسي مش عليك، ثبت راسه، ثبت الراس، ثبت له رجليه يا اسماعيل. واحدة أهم شيء جماعة هو في التو حي غيبوبة أهم شيء الراس. هات إغماء، هاي خذها معك، اجبد امسك الراس، شد معك لحظة هو طبعا نرفع رجليه من اعلى من قبل 20 الى 30 سم، يوصل الدم للراس طبعا بالتحديد، وبعد شويه بيفوق من الصدمه. فاق من الصدمه، تصعب شيء انت كويس، امورك تمام، ما فيش اي اوجاع في اي مكان، خلاص كويس. مستشفى لكشف عليه بصفة عامة. الآن الحالة عبارة عن إغماء فقط، ولكن نقدم الإسعاف ونقله إلى أقرب نقطة إسعاف أو مستشفى أو مركز صحي. هذه جميع الحوادث وجميع الإصابات لابد من الكشف عليه عند دكتور مختص. أيوه بالضبط. السادة والسيدات المشاهدين، تابعنا هذا اللقاء وهذا التربية زي ما يقولوا عمليا حتى تعرف أنت كمواطن كيف تنقذ المصاب، كيف ترفعه، كيف كذا، كيف يطلعوه من السيارة، مش بالطريقة العشوائية اللي لاحظوا فيها في كثير من حوادث المرور، وتتضاعف الإصابة وينقلوا في أي سيارة تتضاعف الإصابة، وفي بداية العمود الفقري، في نزيف، في مشكلة بسيطة كان كسر بسيط تضاعفت الإصابة، في لجرح بسيط ما عرفش كيف يسعفوه. كل الأمور إن شاء الله حنبينوها لكم، ولكن نبوكم إخواني المشاهدين دائما التجمهر بجانب الحادث راهو يشكل سبب أو مشكلة أخطاء قد تقع في حادث مرور، يقع حادث مرور آخر ويجي سائق مسرع كذا ما نلقوش كيف سيارة الإسعاف تدخل لمكان الحادث. نقل الكثير من الحقيقة. نعم، معنا اتصال.